أعزائي المشاهدين، نجومنا لهم تاريخ، وهذا التاريخ نلقي عليه الضوء الآن كي يتعلم الأجيال أو كي تتعلم الأجيال الحالية عن وجود هذه الشخصيات الجميلة من الزمن الجميل. ونلتقي اليوم بكابتن حسن جبريل، وشرفنا يا كابتن النهارده في لقاء مع حضرتك وتحكي لنا تاريخك الجميل من الزمن الجميل. حضرتك بدأت سنة كام؟ أنا بدأت كرة قدم سنة 58 بنادي كفر الزيات، وتدرجت في المراحل السنية الناشئين إلى وصلت سنة 61. انضميت للفريق الأول ومضيت في كفر ده سنتين، في 60 ل 62. بعد كده اتنقلت إلى اسكندرية، لعبت في نادي حرس السواحل سابقا وحاليا حرس الحدود من 62 لغاية 68. وبعد كده انضميت للمنتخب العسكري سنة 66. وبعد كده احترفت يمكن في بداية يعني يمكن من أوائل الناس اللي احترفت خارج مصر. لعبت في لبنان في نادي اسمه الصفا لمدة عام. بعد كده اتنقلت لنادي الصفا، رحت السودان، لعبت في نادي المردة في السودان. وبعد كده ده لغاية سنة كام يا كابتن؟ طبعا لغاية سنة من 66 لغاية 72. بعد كده اعتزلت في 74. اتجهت سافرت الخارج، قعدت في باريس، خدت دورات تدريبية في باريس كتدريب. طب مش كان بدري الاعتزال ده؟ لا، هو انا كان سني خلاص بقى، السن وصل للسن يعني 50 مثلا؟ لا مفيش 50، كانت حوالي 45. وده سني طبعا، يعني هو ده يعني العطاء بيقل فيه يعني. ولكن اتجهت للتدريب ودربت في احد الانديه. اخدت دورة تدريبية في باريس، في باريس. وبعد كده دي كانت النادي اللي بعتك ليها ولا حضرتك لا، اللي انا اتجهت هناك في اصدقاء ليا، كان في لعيب صديقي زمان من نادي السكه حديد كان مقيم في باريس، وقدم لي في معهد التدريب اللي هو التدريب الرياضي هناك، والحمد لله خدت شهاده. قعدت 6 شهور الدوره ديت. وبعدين رجعت اسكندريه تاني هنا، لجأت نادي سموحه اشتغلت في نادي المدرب. حصلت على دورات تدريبيه برضه داخل مصر في تبع جمعيه المدربين اللي حاليا بقت نقابه المهنه الرياضيه. وبعد كده بقى طبعا توقفت بقى عن العمل الرياضي. دربت قد ايه يا كابتن؟ فترة قد ايه؟ 3 سنين بس. طب ليه كده بعد كل الدورات التدريبية اللي والله حضرتك هو خدتها؟ مجال الكوره بيبقى فيه اختلافات، وفي بعض الناس اللي هي بتبقى في انديه طبعا صراحات المدربين بقى كل واحد عايز يلعب. فانا شريت نفسي وقلت بقى كفايه كده. في اجيال طالعه جديد النهارده، في اسماء كويسه جدا. بس خبرة حضرتك والدورات التدريبية اللي اخدتها يعني تأهلك ان انت اي نادي يخطفك زي ما بيقولوا. انا بلجأ للشباب الصغير بديله خبرتي، اقول له والله اعمل كذا كذا، بديله الخبره والدراسات اللي انا خدتها ممكن بديله نماذج منها وبيتعامل وبيمشي بيها. فالحمد لله يعني كفايه كده. والحمد لله عندي ابني حاليا محترف في انجلترا بقاله 3 سنين من ناشئين الاتحاد السكندري. لاعب كورة برضه؟ لاعب كرة قدم برضه بدأ في الاتحاد السكندري مواليد 86. وبعد كده راح يعني بيلعب في فريق هناك في امريكا؟ في انجلترا، في انجلترا في لندن. بدأ حياته في نادي الاتحاد السكندري، وبعد كده راح يلعب في نادي الرجاء الرياضي بتاع مرسى مطروح. وبعد كده اتنقل لعب في السودان سنه، ومن السودان سافر انجلترا. هو حاليا موجود في انجلترا، وبحكم ان هو وصل سنه 30 سنه النادي هناك عرض عليه عرض ان هو ممكن يعني ياخد دورات تدريبيه باسم النادي. فهو حاليا برضه بياخد دورات تدريبيه في المعهد الايطالي للتدريب الرياضي. حضرتك قعدت كام سنة بره؟ انا او لعبت في فرق بره قد ايه؟ في السودان؟ يعني مثلا السودان لعبت سنه، ولبنان لعبت سنه، والامارات لعبت سنة سنتين. واحدة. يعني ما كانش زي دلوقتي نظام ان انت تقعد 4 سنين او 5 سنين او النادي بيشتريك او الكلام ده؟ هو النادي حسب. انا بقى لما يعني كان الاول بقى فيه تعاقد وكل حاجه، بس طبعا انا ساعات في اختلافات في الماديات، في اختلافات في
في اراء بالنسبه للعب يعني، فبحاول وما كانش فيه كمان المبالغ اللي بنسمع عنها دلوقتي طبعا اللي لا اللعيبة لا 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 لا، انا مره جبت جول في يعني احنا الزمالك. بنسمع ملايين وحاجات كده دلوقتي، لكن ايامكم تقريبا كانت حاجات رمزيه يعني. طبعا انا وانا ومع ذلك كنتوا بتلعبوا بحب ما كانش في ماديات، احنا فعلا حب بالكوره يعني انا نشكر اداره الحاج عبد العالميه والحاج محمد جبر والكابتن مدحت فروسه ان هم عملوا من قيمه سنه مهرجان لقدام الرياضيين، لموا كل الرياضيين اللي هم على مستوى مصر كلها، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد اسكندريه. دي حاجه كويسه. يمكن في بعض الناس ما شفتهاش من 40 سنه. اكيد. يعني في قاعد زميل ليا يمكن شفتيه العجوز الابيضاني ده اللي مشيت بيه ده. يعني ما كانش قادر ده انا ما شفتوش من كام؟ من 65، من سنه 65. من عام 65 لغايه النهارده، شوف كام سنه. اول مره اتقابلوا النهارده. ما بطل. انا بقى هو اتنقل جه من اسكندريه عندنا، كان بيلعب في السواحل. اتنقل هنا وما شفتوش. هو كابتن شعبان الصواف. وكان لعيب خطير جدا جدا. بورسعيدي. اصلا بورسعيدي، بس كان مقيم عندنا في اسكندريه كجيش. كلاعب جيش وكلاعب في الحرس اللي هو السواحل. وكان لاعب عالي جدا 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 جدا. انا كان بيني وبينه تليفونات بس من بعد ما مشي وساب الفرقه. لكن ما زلتوا على اتصال في الفتره ما انا بقول لحضرتك ده كله بالتليفون على انا بقول لك انا ما شفتوش من يعني انا كنت متخيل شعبان ده اللي هو شفته كان كتكوت صغير كده عبور، لقيته شفتيه منظره طبعا. الكابتن عبد الله عبد اللطيف ده يعني كان لعيب ملوش حل يعني، كبير وكان جسمه وطول وكان كنا شبه بعض الاثنين. سبحان الله ربنا يشفي كل مريض يعني. انا سعيده جدا باللقاء مع حضرتك. ربنا يخلي سعادتك. واحنا طبعا انا زعلانه ان حضرتك بطلت حتى تدرب. لا اصل يعني ما شاء الله انا شايفه ان حضرتك لسه عندك الطاقه اللي تقدر تديها للشباب. اديني كام سنه بقى كده؟ ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. 60 مثلا. 60 عارفه لو 60 بدات حياتي من جديد. انا عندي 72 سنه ما شاء الله ما شاء الله. انما بمارس الرياضه برضو مع صديق ليا في الكوره، الكابتن شيخ اسكندراني طبعا تاريخ اسكندريه. احنا يوميا كل يوم نصلي الفجر مع بعض ونطلع انا وهو لابسين ترنجات بعد من المسجد، ونطلع على الرمله في اسكندريه على البحر من ميامي لغايه المنتزه جري. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. جميل. وبعدين الرياضه واستمرارها اكيد طبعا. وبعدين بس يكفي ان انتوا لسه جواكم احساس الزمن الجميل معانا برضو في بعض الصداقه الحلوه اللي اكيد طبعا ما زالت مستمره لغايه دلوقتي. للاسف الروح الرياضيه الجميله دي احنا ما بنقابلهاش دلوقتي. اكيد طبعا اكيد. احنا بنقابل دلوقتي حروب من تحت الترابيزه زي ما بيقولوا، مين يلحق ياخد نادي تاني افضل ومين يلحق ياخد فلوس اكتر. للاسف صراعات فعلا. سيبنا المواويل دي كلها لاصحابها. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، في شابين يعني احنا متبنيينهم عاملين مدارس كوره شخصيه، يعني مدارس خاصه يعني. احنا بقى بنديلهم فكرتنا بقى، افكارنا وخبرتنا. هو بيلم الاولاد الصغيرين من براعم من سن 8 سنين لغايه بنقول له تعمل كذا تعمل كذا، البرامج الرياضيه ازاي، المواعيد، الخطط الرياضيه. والحمد لله بدون مقابل، بس احنا طبعا انا بقى يعني معلش يمكن في حاجه انا بعملها برضه، العلاج الطبيعي. انا بشتغل علاج طبيعي حاليا بس بدون مقابل. لمين بقى؟ للناس اللي تعبانه زي البوابين البياعين الغلابه عنده جلطه، جميله جدا، عنده شلل. انا بروح له البيت عنده بدون مقابل، محبه لله. ابني بعت لي اجهزه من لندن، والاجهزه دي احدث ما وصل الى العلم في الاجهزه دي. فانا طبعا الناس الاغنياء بيروحوا لحالهم للدكاتره الاخصائيين بتاع، انما البوابه يعني ولا الغلبان البياع الغلبان ده يعرف ايه. شايف الاحساس الجميل ده هنلاقيه في الزمن ده. والله بروح البيت عنده. انا عندي 3 حالات يعني من ضمن الحالات في يمكن اسمها احداث سيدي جابر عندنا في اسكندريه اللي ايوه اللي حدثوه. في ناس تحت واقفه تحت العماره تحت، في ضرب نار، فواحد جات له طلقه في النص، فطبعا لحقوه. المهم عملوا له عمليه طلعوا له الطلقه، فجاله تشنج عضلي وعصبي كده، فطبعا بيشيلوه يدوا الحمام يحموه بتاع. شاب عنده 25 سنه 30 سنه، فرحت تنيت معاه لغايه 6 شهور. في يوم بضرب الجرس فتح لك؟ هو اللي فتح لي. ما شاء الله.
قلت له بس شكرا هم جدها. في فالحمد ميزان لله بدون حسناتك يا مقابل يعني. كابتن، والله دي حاجه، ده اللي علينا. دي حاجه مشرفه ان حضرتك بدون ما مقابل. زلت عطاء بس بصوره مختلفه، بصوره الحمد ثانيه لله. جديده، الحمد لله. لكن ما شاء الله يعني لله. انا سعيده جدا أنا تحت أمر بحضرتك، حضرتك يا فندم، وشرف كبير لينا ان احنا ربنا يخلي سعادتك. نتقابل مع حضرتك بعد السنين لا الطويله يا دي. فندم انا سعيد جدا جدا والله. ودايما بنسمع عنك كل خير، ودايما يخلي عطاء، ودايما ربنا بنشوفك يخلي على حضرتك. خير يا رب. ربنا يخلي حضرتك. اشكرك كابتن حسن. لا ده خليك شكرا تحت امر جزيلا. شكرا جزيلا. خلاص يعني كده خلاص. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.